السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع فيديو جديد. النهارده ان شاء الله معانا عربيه كوبرا ليون موديل 2023. العربيه بتتقدم بفئه واحده بس في السوق المصري بسعر رسمي 1,695,000 جنيه. اللي ما يعرفش يا جماعه، كوبرا هي عامه يعتبر الجناح الرياضي لعربيات سيات، لكن في 2018 كوبرا قررت انها تنفصل عن عربيات سيات، فبقت بتعمل علامة كوبرا لوحديها. بس حتى بعد استقلال كوبرا عن سيات، هي برضو متمسكة بنفس الشكل ونفس الدي ان ايه اللي كان موجود في الكوبرا، او اللي كان موجود في السيات ليون. العربية بتيجي من موتور 2000 سي سي تربو اللي بيطلع قوة 190 حصان. الموتور ده يا جماعة بالمناسبة هو نفس الموتور اللي موجود في عربية اودي كيو 3 اللي هي الفئة الاعلى، هو نفس الموتور بتاع العربية دي. الموتور ده بيطلع قوة زي ما قلنا 190 حصان، بيكون متوصل بفتيس من نوع الدي اس جي او الدول كلاتش اللي بيكون 7 سرعات. المنظومة دي كلها بتستهلك بنزين بيعتبر عالي، لان طبعا العربية تربو، فبنزين يعتبر ممكن يوصل 12 لتر في كل 100 كيلو. وتسارع العربية من الثبات لحد 100 كيلو ممكن يكون في زمن 7 ثواني و4 من عشرة. وسرعة العربية القصوى اللي بيوصل في الساعة بتوصل ل 227 كيلو متر. بتيجي يعتبر بالطول 4 متر و39 سنتي، والعرض بتاعها متر و79 سنتي، وطول قاعدة العجلات 2 متر و68 سنتي. عربية طبعا اس يو في، عربية شيك جدا وجميلة، وبرضو عربية مساحتها من جوه كبيرة مش صغيرة. ارتفاع العربية عن الأرض يعتبر مش معروف، بس إن كنا مثلا ممكن نقول إن هو 17 سنتي. بيجي مع جنوط رياضية تو تون مقاسها 18 بوصة، وممكن برضو يبقى في اختيار إن أنت تخلي الجنوط 19 بوصة. الجنوط جواها طبعا الشكل الشيك جدا زي ما انتم شايفين. العربيه من قدام طبعا الشبكه بتاعتها شيك جدا، جواها علامه الكوبرا. وبالنسبه للفوانيس، فالفوانيس ال اي دي طبعا اضاءه بالكامل ال اي دي مع برضو فوجات ال اي دي. في طبعا تحت مكان فيك كده للرادار، لكن هي ما فيهاش رادار. العربيه من قدام طبعا في يعني يعتبر خطين فوق الكبوت. العربيه اجريسيف جدا ورياضيه جدا وهجوميه جدا، طبعا شيك جدا طبعا، ويعني مش محتاجين نتكلم عن الشكل. الفوانيس ال اي دي اللي على الجنبين، وبنفس الوقت بالنسبه للجنبين العربيه فيها مرايات ضم واغلاق. الازاز اللي موجود ازاز فاميه، وفي فتحه سقف بانوراما لكن مش بتفتح كلها، بتفتح بس بشكل يعتبر جزئي. الابواب اللي فيها كيليس انتري اللي هو دخول العربيه من غير مفتاح. بالنسبه لظهر العربيه، فظهر العربيه برضه فوانيس ال اي دي، والبار اللي موجود في النص بين الفانوسين. الشنطه مساحتها 380 لتر، لكن تقدر تزودها لما تتني الكنبه، ممكن توصل المساحه لحوالي 1000 لتر. لو دخلنا بقى جوه العربيه ذات نفسها، هنلاقي العربيه من جوه فرش جلد طبعا موجود، ومساحات كويسه جدا، لكن في نفق فتيس يعتبر موجود كده او شبه عالي، فطبعا ده هيخلي اللي قاعد في النص مش مرتاح مع المسافات البعيده. الكونسول الوسط اللي ورا برضو اللي بين كرسيين القدامانيين هتقدر برضو تتحكم من خلاله في التكييف. يعني يعتبر كده يا جماعه العربيه فيها تكييف تريبل زون، 2 فتحتين قدام تقدر تتحكم من خلالهم في التكييف، والفتحه الثالثه في الكونسول الوسط اللي ورا. بعد كده بقى قدام شويه هنلاقي مثلا اليد جلد، وبعد كده هنلاقي فرامل اليد الكهرباء، وبعد كده هنلاقي الفتيس الشيفت باي واير، وبعد كده هنلاقي كمان الدول زون بتاع التكييف. وبعد كده في شاشه 10 بوصه تقدر بقى تتحكم من خلالها في التكييف، وتقدر برضه تتحكم من خلالها في يعتبر الصوت بتاع العربيه والاشياء دي، وكمان الامبنت لايت اللي هي الاضواء المحيطيه اللي جوه العربيه. بعد كده شاشه اعدادات ديجيتال مقاسها 10 وربع بوصه. بعد كده كمان بقى نلاقي الطاره المالتي اللي مكسوه بالجلد اللي جواها علامه كوبرا بنفس الوان العلامه ذات نفسها اللي موجوده برضو على الشبكه بره. التابلو ذات نفسه بقى تابلو جميل جدا، والملمس بتاعه سوفت ماتيريال يعتبر اشبه بالجلد، وان كان كمان في تطعيمات من الجلد. العربيه فيها 6 ايرباج، فيها اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، فيها حساسات ركن اماميه وخلفيه، فيها مثبت سرعه تكيفي، فيها كاميرا خلفيه، فيها طبعا باكج جميله جدا من السيفتي او عوامل الامان. العربيه يا جماعه شكلها شيك جدا من بره، والعوامل بتاعتها من جوه جميله جدا، والحاجات بتاعتها من جوه جميله جدا. العربيه ممكن تكون مش معروفه في السوق، يعني مش ناس كتيره تسمع عن كوبرا، ممكن تسمعوا مثلا عن سيات ليون، لكن كوبرا ليون مش موجوده اول الدرجه. فده طبعا برضه هيخلي اللي يشتري يعتبر يستنى شويه او يتأنى او يفكر، لكن هي في المجمل العربيه جميله جدا. ده كان ريفيو سريع عنها. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش تدوس سبسكرايب وفعل زر الجرس، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.